إخواني وأخواتي، يحز في نفسي أنني لم أكن في ربوع هذا البلد لأودع وأرثي الملك الراحل، وأرحب وأجدد البيعة شخصيا لملكنا الجديد. وها أنا اليوم بحمد الله بين إخوتي وأخواتي في ربوع هذا البلد الأمين، داخل صرح نعتز به من صروح وطننا الحبيب. لقد كان الملك عبد الله رحمه الله ملكا عادلا، أحب شعبه ورعاه، فبهذا له شعبه الحب والولاء. ولعل لقب الملك الصالح الذي عرف به هو أكبر دليل على ما قام به من إنجازات حققت للمواطن الأمن والاستقرار والازدهار. فوداعا أيها الملك الغالي، وسنذكرك دوما نحن والتاريخ والأجيال القادمة بالخير والحب والأسر.